يا مساء الفل على كل عشاق الكيان الأحمر. معاكم كابتن رضا. والنهاردة احنا مش بنحكي مجرد تاريخ نادي، احنا بنحكي قصة وطن وحكاية شعب قرر يكتب مجده باللون الأحمر. الحكاية بدأت في وقت كانت مصر فيه بتعاني من الاحتلال، وفي سنة 1907 وفي بيت عمر لطفي بيك اتولدت الفكرة. ما كانتش الفكرة مجرد نادي للكورة، لأ، دي كانت فكرة لإنشاء أول نادي للمصريين، نادي يجمع طلبة المدارس العليا اللي هم أمل مصر. اجتمع الرجال واختاروا اسم الأهلي عشان يعبر عن الأهل والعزوة، واختاروا اللون الأحمر عشان بيمثل الدم اللي في عروق كل الشعب المصري. ومن هنا بدأت الرحلة اللي ما كانش حد يتخيل إنها هتوصل للعالمية. في العشرينات بدأ الأهلي يثبت رجله في الملاعب، ومع ظهور الأسطورة مختار التتش بدأت ملامح شخصية الأهلي، بدأت ملامحه تترسم. التتش ما كانش مجرد لاعب حريف، ده كان رمز للمبادئ. هو اللي رسخ إن النادي مش مجرد ملعب، ده مؤسسة أخلاقية. وفي التوقيت ده بدأ الأهلي يسيطر على الكؤوس المحلية، وبدأت الجماهير تزيد، وبقى القميص الأحمر هو البعبع لكل منافس. ومع دخول الخمسينات بدأت حقبة المايسترو صالح سليم اللي نقل الأهلي من مرحلة الهواة لمرحلة النظام الصارم. في عهده كلاعب الأهلي حقق رقم قياسي تاريخي بالفوز بالدوري 9 مرات متتالية، رقم لحد النهاردة بيحكي عن جبروت النادي ده. صالح سليم ما كانش بيلعب كورة، كان بيعزف سيمفونية. ولما اعتزل وبقى رئيس للنادي حط الدستور اللي كل الأهلوية ماشيين عليه لحد النهاردة: الأهلي فوق الجميع، يعني مصلحة الكيان قبل أي اسم مهما كان حجمه. نروح بقى لفترة السبعينات، عصر هيديكوتي المدرب المجري اللي غير مفهوم الكورة في مصر. في الوقت ده ظهر الخطيب ومصطفى عبده وإكرامي وطاهر الشيخ، جيل كان بيلعب كورة من كوكب تاني. والخطيب بيبو الكورة المصرية كان هو الساحر اللي خلى أفريقيا كلها تنحني للأهلي. سنة 1982 كانت اللحظة الفارقة، الأهلي بيحقق أول لقب لدوري أبطال أفريقيا في تاريخه أمام كوتوكو الغاني. ومن هنا بدأت قصة الحب بين الأهلي والأميرة السمراء. الأهلي ما كانش بيكتفي ببطولة، ده كان بياكل الأخضر واليابس. في التمانينات الأهلي سيطر على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، لدرجة إنه احتفظ بالكأس للأبد بعد ما فاز بيها 3 مرات ورا بعض. في الوقت ده أي حد في القارة كان بيسمع اسم الأهلي المصري كان بيعرف إن النتيجة محسومة. مرت السنين ودخلنا في التسعينات، فترة كانت صعبة وشهدت تحديات كبيرة، لكن الأهلي عمره ما يقع. ومع بداية الألفية حصل الزلزال، التعاقد مع الساحر البرتغالي
مانويل جوزيه، ومعاه بدأت الحقبة الأنجح في تاريخ أي نادي في الكون. تخيلوا معايا جيل فيه عصام الحضري، وائل جمعة، شادي محمد، إسلام الشاطر، محمد شوقي، والترسانة الهجومية بركات وأبو تريكة ومتعب. ده ما كانش فريق كورة، ده كان كتيبة إعدام رياضية. في 2001 الأهلي بيفوز على ريال مدريد بطل أوروبا في مباراة القرن، وبعدها بتبدأ السيطرة اللي خلت النادي يشارك في كأس العالم للأندية في اليابان مرة ورا التانية. ومين ينسى سنة 2006؟ السنة دي هي الأحب لقلوب الأهلوية، الفوز بدوري الأبطال في رادس بهدف أبو تريكة التاريخي في الدقيقة 92، اللحظة اللي خلت الملايين يصرخوا في وقت واحد. وبعدها السفر لليابان وتحقيق البرونزية العالمية لأول مرة. في الفترة دي الأهلي كان بيحقق بطولات وهو مغمض، لدرجة إن الجمهور كان بيزعل لو الفريق اتعادل في ماتش ودي. وبعد رحيل جيل أبو تريكة ناس كتير قالت الأهلي خلاص خلص، لكن اللي يعرف جينات النادي ده يعرف إنه بيمرض بس مش بيموت. مرت سنين عجاف شوية، لكن رجعنا تاني وبقوة، وبدأت ملحمة جديدة مع جيل الشناوي ووليد سليمان وعمرو السولية. سنة 2020 نهائي القرن، الأهلي ضد الزمالك، الماتش اللي وقف حال مصر كلها. وفي الدقيقة 85 المعلق بيصرخ القضية ممكن، وقفشة بيحط كورة في الجول بتعلن سيادة الأهلي على القارة من جديد. ومن بعدها الأهلي ما سابش مكانه، بطولتين ورا بعض مع موسيماني، وبعدين رجوع قوي جدا مع مارسيل كولر اللي حول الفريق لماكينة بطولات حقيقية. الأهلي النهاردة وصل ل 12 لقب دوري أبطال أفريقيا، رقم مفيش حد في أفريقيا حتى قادر يحلم يوصل لنصه. الأهلي بقى ضيف دايم في كأس العالم للأندية، بيلعب قدام بايرن ميونخ وريال مدريد وفلومينسي بكل ندية. في 20 دقيقة حاولنا نختصر أكتر من 117 سنة من المجد، من أول غرف خشبية في الجزيرة لحد ما بقى الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا في العالم في القرن 21. السر مش في اللعيبة وبس، السر مش في الفلوس، السر في الروح اللي بتخلي اللاعب يقاتل لآخر ثانية، والجمهور اللي وراه في المرة قبل الحلوة. تاريخ الأهلي هو دروس في الانضباط، في الوفاء، في إنك مهما وصلت للقمة لازم تفضل تجري عشان تحافظ عليها. يا رب تكون الرحلة دي عجبتكم. أنا كابتن رضا، وبقول لكم في النهاية الأهلي مش مجرد نادي، الأهلي هو الوطن اللي بنعيش جواه. ما تنسوش تشاركوني في التعليقات بأغلى بطولة دخلت قلوبكم.